السلام عليكم. النهارده معانا قطعة لحم مميزة جدا، قطعة الشورت ريبس. مكانها بيبقى في الضلوع اللي هي احنا بنقول عليها سن الريشة، دي الضلوع اللي تحت السن بقى، اللي هي الضلوع اللي معلهاش أي ضغط من جوه الصدر تماما. القطعة زي ما انتم شايفين كده بتبقى عبارة عن 6 ضلوع أو 7 ضلوع. الضلع ميزته إن هو أفضل لحم، زي ما العرب ما بتقول على ما أظن: خير اللحم يعوزه، أي ما التصق بعظم. ده طبعا أكتر لحم ماسك في العظم في الذبيحة كلها. نسيلته ناعمه جدا لان مساحتها قصيره، زي ما احنا شايفين هنا الحته دي بتوضح لنا كده. مساحتها قصيره جدا ومتجهه اتجاه جانبي الى ناحيه الايه، العظم بتاعها. واللي ماسك من هنا في العظم طبقه من الجيلاتين الناعم الظريف اللي بيدي للحمه نعومه وبيديها طعم ظريف، عامل زي الموزه كده بس على خفيف. فكره خاطئه ان الناس عندها فكره ان اللحمه طالما قطعه كبيره او بالعظم مش هتستوي. لا تماما، بالعكس. اللحمه الموضوع تسويه، مش الموضوع ان هي كبيره او صغيره. القطعه الجميله ديت سهل جدا بنديها صدمه من الجوانب، صدمه من الجوانب وصدمه من هنا خفيفه جدا. بعدين بنحط لها التتبيله اللي احنا عايزين نحطها: الرز الماري الجميل، بلحه جوز الطيب، شويه زيت الزيتون، نقطه الخل، تفاح او خل عادي. وبتتحط مع صوص كويس جدا، يتحط ورق زبده وبعدين الفويل، وبتتحط في الفرن. بنديها يعني بنديها وقت، بنديها وقتها مش عشان هي كبيره او خشنه او اي حاجه، لا، عشان تتسوى تماما. فهي مقفوله، حاصل لها حاجه زي فكره حله الضغط بتاعت زمان، لكن بداخل نفسها. حتى العظم بيساعد على نفس الفكره. وبيدينا ميزه تانية بقى في الطعم، ان هو بيديك 3 أو 4 درجات تسويه في قطعه اللحمه نفسها. بيبقى اللي بره ده اللي مقابل للنار تماما مستوي ضن، اللي بعديه بشويه اقل، اللي بعديه اللي جنب العظم قريب من الميديم، بس بيبقى رائع. طعم بيبقى جميل جدا ومميز وصحي جدا. اللحم بالعظم من افضل طرق التسويه واطعم اللحم اللي هتاكله. هتستغرب فرق الطعم يعني مش هتبقى عارف السبب، بس هو السبب العظم هو اللي بيدي الطعم ده. كلامنا عن الشورت ريبس انتهى، لكن اللي باقي لنا ان احنا بنقول لكم اي اسئله عايزينها عن تسويه استيكات او توماهوك او كوت ريبس او بورتر هاوس، اي حاجه انا تحت امركم. اسالوني في التعليقات وهجاوبكم ان شاء الله.